كنت واقف قدام مطعم جانرز في بنها، بالتحديد قدام كورنيش النيل جنب فيلا المحافظ وقبل بنك CIB. واقف ببص على شاشة العروض الجديدة، محتار في الاختيار بين الساندوتش الكومبو الجديد تشيكن رانش وباقي العروض والاصناف الجديدة المغرية اللي عارضينها على الشاشة دي. الموضوع صعب فعلا، مع ان الاسعار مش غالية وكويسة، بس انا عاوز اختار اجمد حاجة وارخص حاجة، وما بقتش عارف اعمل ايه. حالي مش صعبان عليك يا جانرز، لحد ما الحمام الزاجل وصل وهنشوف معاه الحل ايه. عمرو كان ماشي في الشارع ولقاني واقف، فنده عليا وقال لي سندباد واقف بتعمل ايه هنا يا ابني؟ قلت له بص يا عمرو، شايف الساندوتش ده والعروض والاصناف الجديده دي؟ قال لي فعلا حاجه تحير. طيب انت عاوز ايه دلوقتي؟ قلت له عاوز اجرب ساندوتش تشيكن رانش ده واجرب الفرايد تشيكن هنا في جانرز، علشان انا اصلا ما جربتش الفرايد تشيكن هنا قبل كده. قال لي طيب بقول لك ايه، تعالى هنختار وناكل سوا. قلت له هو ده الكلام، تعالى نخربها يا عمرو وربنا يستر وما نفضيش جيوبنا. يلا بينا. اسف يا عمرو نسيت، مدرعات فيرست، اتفضل. اول لما دخلنا لقينا شعار جانرز المدفع بيرحب بعمرو صاحبه اللي معاه في نفس الكتيبه، وشكلها هتبقى مش مجرد تجربه اكل هنا، دي هتبقى معركه. دخلنا وشفت ان المطعم ما شاء الله كبير. الدور الاول فيه جو حلو تحسه صيفي وشبابي شويه، وتصميم المطعم حلو كمان. وهتلاقوا سندباد وعمرو عند الكاشير بيشوفوا المنيو وبيختاروا منه هيجربوا ايه. طلبنا وهنطلع الدور التاني نتفرج عليه، وبعدين نحدد هنقعد فوق ولا تحت. فوق كان الجو تحسه دافي شويه، جو شتوي كده ومناسب للعائلات وللاطفال اللي ليهم مكان مخصص يلعبوا فيه ويستمتعوا بالجو. يا ريت نرجع طفل تاني عشان العب معاهم. والمكان فوق مختلف شويه عن تحت وجميل برضه، وكان فيه بار لتحضير المشروبات السخنه والبارده كمان، ولوحات بتصميمات تلفت الانتباه كده حلوه للتصوير قوي. واحنا ناس بنحب نتصور في كل مكان وكل زمان، خصوصا في المطاعم والكافيهات يمان. وفي ركن كمان مصمم ومخصص لاعياد الميلاد كمان. المهم كالعاده اخترنا نقعد في مكان على الفيو. فضلت اشرح لعمرو واقول له اني اول مره هجرب مطعم جانرز اللي مشهور اصلا بالفرايد تشيكن، واحنا كنا طالبين اصناف تانية مع الفرايد تشيكن، فيا ترى ايه اكتر حاجه هتعجبني هنا؟ عمرو قال لي ما تقلقش يا سندو، انا مجرب الفرايد تشيكن هنا قبل كده ويا رب تعجبك، هتشوف دلوقتي وتجرب. وكل اللي عاوز اقوله لك اننا هننبسط ناو. قلت له اتمنى يا عمرو، وادينا لبعض لايك. بعدها عمرو قال لي ها جاهز؟ قلت له جاهز. تعالوا بقى نشوف طلبنا ايه والكلام هيبقى على ايه. طلبنا تشكيله كده من المنيو، كان فيها ميكس بين اصناف جديده واصناف موجوده قبل كده، وهنبدا نفتح ونسمي وندوق علشان الكلام يروق. جهزنا نفسنا علشان المعركه، وسحبت اول وجبه دبابه قدامي كده علشان كان شكلها دمار شامل، وهنشوفها دلوقتي مع بعض ونتعرف عليها. والدبابه دي كان اسمها جولدن ميل، واللي بيكون فيها ورك فرخه كامل مقسوم نصين مشوي على الفحم بخلطه خاصه بيهم. شكله حلو قوي وريحه التتبيله والشوي باينين كويس، ومعاه البطاطس المقليه واللي كانت باينه من قوامها ولونها الذهبي انها هتكون حلوه. وفي الجنب كده فاهيتا فراخ، قطع من صدور الفراخ المشويه على الجريل مع الفلفل الالوان، واللي كانت الوانها تخطف العين وتجري الريق. يعني تقريبا كده الوجبه دي فيها نص فرخه مشويه بطريقتين، ربع على الفحم وربع فاهيتا، وبيكون مع الوجبه دي توميه. بس كده لا طبعا، والناحيه التانيه كان فيها عيش سوري كبير ورز بسمتي كمان. وكل ده بقى سعر الوجبه داخل العرض 125 جنيه بس. وشكلها كده هتبقى الطلب المفضل بالنسبه لي هنا. نشوف بقى باقي الطلبات، وهندخل على الفرايد تشيكن واللي جانرز مميز بيها اصلا، بس انا لسه ما جربتهاش. كنا طالبين وجبه اسمها ميجا دينر، ودي عباره عن 3 قطع فراخ بروست. شكل الفراخ قدامنا كان حلو ويفتح النفس، بس لسه هجرب. كان معاها البطاطس المقليه وكول سلو وواحد عيش كايزر وكاتشب، وسعر الوجبه دي كان 105 جنيه. وجبنا جار جبنه علشان ده بقى حبيبنا، واضح من تقله كده انه هيبقى دسم وحلو ومش خفيف وصايص، وسعره كان 40 جنيه. ونيجي بقى لاخر حاجه، البطاطس المميزه دي واللي اسمها بطاطس فريسكس، ودي بطاطس مقليه لكن عليها طبقه بريدنج او خلطه مقليه تبعهم، وبيكون معاها صوص اسمه 1000 ايلاند او ال1000 جزيره، وهي 1000 نهار ابيض على الدلع ده، وكان سعرهم 30 جنيه. وكمان جبنا ميكس من المقبلات ده واسمه قنبله، وكان فيه 2 حلقات بصل و2 اصابع سموكي و2 اصابع موتزاريلا، وسعر القنبله دي كان 45 جنيه. واخر حاجه بقى الساندوتش الجديد تشيكن رانش، واللي بيكون فيه قطعه فراخ كريسبي مع اصابع الموتزاريلا عليهم صوص الرانش وتومي كيو صوص والخس والخيار المخلل، وبيكون معاه الكومبو مجانا بطاطس وبيبسي او كولا صغيره، وسعره داخل العرض 85 جنيه. وقبل ما نبدا حابب اقول لكم ان الاسعار دي شامله الخدمه، يعني كل حاجه في المنيو بسعرها، مفيش اضافه وقت الحساب. وبسم الله هنبدا نجرب حاجه ونقول راينا الشخصي في كل حاجه. بدانا بصابع الموتزاريلا، كان حلو وتمام، لكن اصابع السموكي كانت مغطيه عليه واخده منه الدور، وهنعرف ليه دلوقتي. كل واحد اخد سموك ستيك ونزل بيه غطس في جار الجبنه، ولما دقناه اتفاجئنا بالعظمه دي. وده لانه من جوه كان عباره عن قطع التركي الملفوفه على الجبنه، ومن بره عليهم طبقه مقليه. حاجه جديده اول مره نجربها الصراحه، وطعمها احسن واجدد من الموتزاريلا ستيكس، ومع الجبنه اللي في الجار خلت الطعم بقى حوار. هنخش بقى بعد كده على الجولدن ميل، وامسك اول حاجه الدبوس، واللي خلاني في حبه مهووس. كان مشوي ومستوي كويس من بره مع التتبيله الخاصه بيهم، وكمان التتبيله واصله لجوه ومستويه برضه، وطعمه كان حلو قوي قوي وعجبني جدا.
واديته 12 لايك متين بايديا الشمال واليمين. وهدى عمرو يجرب النص التاني من الورك وقال لي فعلا المشاوي هنا حلوه، حتى بصوا ودي يا عمرو. بعد كده هنخش على الساندوتش، ولما دقته اديته لايك برضو. الميكس اللي جوه حلو قوي، صوص الرانش كويس ودسم وطعمه باين، وحجمه بالكومبو بالنسبه لسعره كويس جدا، وطعمه كان حلو. حتى خد يا عمرو دوق علشان تروق، بس حاسب علشان باظظ وما توقعش منه حاجه ونخسر بعض. دوق وهات بسرعه يعني. فقال لي خلاص خد باقي النص بتاعك يا سندو وبلاش تتعبنا، واستنى ننزل بيه سوا في جار الجبنه. قلت له يلا خش، وضحكت عليه وقلت له هو طعمه عاجبني كده ومظبوط من غير اي جبنه، بس جار الجبنه كان حلو قوي وشكله كده مغري. فدخلنا عليه ودمرناه، والحرب بدأت تسخن لما عمرو مسك الفرايد تشيكن وبدأ يمسك القطع ويعمر وينزل بيها في الجبنه وعلى بقه يدمر. ورجعت تاني الجولدن دينر واللي فيها المشاوي وكلها حكاوي علشان اجرب الفاهيتا مع العيش السوري، واخد لقمه والفها وفي الطوميه احطها وعلى بقي ازقها. الطوميه كان لونها مايل للبرتقاني شويه كده بس مش سبايسي، بس كانت طعمها حلو جدا وفيها خلطه جديده بالنسبه لي. اما تومي كيوب صحيح اختراع. واللقمه التانيه مع الجبنه وهودي. كنت متكيف جدا من الوجبه دي. وملحوظه سريعه كده علشان ما ننساش، الصوصات هنا عموما تقيله ودسمه وطعمها حلو قوي. هجرب بقى الفرايد تشيكن لوحدها، بس الصراحه ما اندهشتش من الطعم، هقول لكم ليه في الاخر. وجربتها برضو مع التوميه كانت حلوه. هجرب حلقات البصل بالمره مع التوميه. والبطاطس الفريسكس مع صوص التاوزند ايلاند واللي طعمه جديد بالنسبه لي، صوص ميزز كده شويه وفي لسعه جديده مختلفه، حاجه شبه المخلل شويه. وعلشان دي جايه مع البطاطس الفريسكس كانوا عاملين ميكس كويس. وبعدها شاورت العمر علشان يجرب الفاهيتا، قال لي ماشي وجربها بلقمه سوري وقال لي حلوه. قلت له حلوه ايه دي جامده. ورجعت ادوق الرز البسمتي واللي كانت كميته كويسه برضه وطعمه كان كويس وتتبيلته قويه وحلوه. وفي الاخر هنقعد بقى نخلص باقي الاكل وهقول لكم راينا في السريع. بالنسبه لي عجبتني اكتر حاجه في الوجبات بالنسبه للطعم وجبه المشاوي جولدن ميل، كانت جميله جدا جدا كحجم وطعم وسعرها داخل العرض ده. وده علشان هم لسه عاملينها جديد في المنيو، وعاملين منها برضه وجبات صغيره ممكن تختار بين المشوي على الفحم او المشوي على جريل زي الفاهيتا. من كتر ما كانت عجباني خلتني مش عارف احدد واقرر طعم الفرايد تشيكن في جانرز عامل ازاي، مع انهم اصلا مشهورين ومعروفين بالفرايد تشيكن. بس اعتقد انها حلوه لان في الساندوتش تشيكن رانش الجديد كان طعم الفراخ حلو والساندوتش برضه كويس بالنسبه لطعمه وحجمه وسعره مع الكومبو المجاني البطاطس والبيبسي. بس هاجي في مره تانية اجرب الفرايد تشيكن لوحدها علشان اشوف هتعجبني ولا لا. بس اتمنى فعلا ان اجربها وما تخطفنيش وجبات المشاوي. في المقبلات والاصناف الجانبيه والصوصات بقى عجبني اكتر حاجه اصابع السموكي، فكره جديده واول مره اجربها خصوصا في بنها. معرفش اذا كان حد عاملها قبلهم ولا لا بس ما اعتقدش. وبرضه البطاطس الفريسكس، الاتنين دول اختراع حلو من جانرز. وجار الجبنه والتوميه بالنسبه لي كانوا حلوين جدا، كميتهم كويسه. وبالنسبه لعمرو كان نفس رايي تقريبا، باختلاف انه اضاف وقال ان الفرايد تشيكن هنا حلوه برضه وعجباه، وده علشان هو جربها هنا قبل كده كذا مره. واخر حاجه بقى الموظفين هنا في جانرز هتحس انهم صحابك كده وهتلاقيهم مبسوطين انهم بيقدموا لك خدمه كويسه ومحترمه. وفي النهايه الحمد لله التجربه بالنسبه لنا في العموم كانت حلوه قوي. واللي جرب الاكل في جانرز يقول لنا رايه، واللي لسه ما جربش ممكن لما يجرب يقول لنا رايه في التعليقات. واتمنى لكم تجربه حلوه في جانرز، ومع السلامه يا غاليين، نشوفكم في فيديو قريب وجديد.